هتصدقوني لو قلت لكم ان ميعاد عيد الفطر السنه دي طلع معروف من 132 سنه؟ في الكتاب ده اسمه التوفيقات الالهاميه في مقارنه التواريخ الهجريه بالسنين الافرنكيه والقبطيه، اللي الفه اللواء المصري محمد مختار باشا، وهو كان قائد عسكري وفي نفس الوقت مهتم بعلوم الفلك. الكتاب ده اتطبع سنه 1893 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وبيعمل مقارنة بين التقويمات الهجرية والتقويمات الميلادية، وعبارة عن جداول بادئة من أول سنة لهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولحد سنة كام بقى؟ 2076. طب الكتاب حدد التواريخ دي ازاي؟ المؤلف بيقول ان هو اعتمد فيه على الأقوال الشرعية والحسابات المرجوع فيها للجداول العبرية، وذكر أهم الحوادث الإسلامية الماضية والوقائع العلمية والحربية الحالية. وبناء على الكلام ده جه في الكتاب ان رمضان سنة 2025 هيبتدي في 1 مارس، وانه اول شوال اللي هو اول يوم عيد هيكون 31 مارس. طب مش يمكن الكلام ده صدفة؟ ما تيجوا نشوف السنة اللي قبلها. في سنة 2024 رمضان جه في 11 مارس، واول شوال اللي هو كان اول يوم عيد كان 10 ابريل، وفعلا رمضان والعيد في سنة 24 جم في نفس التواريخ دي. طب ما نتأكد أكتر ونختار أي سنة عشوائية. الكتاب قال إن رمضان سنة 2000 جه 28 نوفمبر، وإنه أول شهر شوال اللي هو أول يوم عيد كان 28 ديسمبر. تعالوا نشوف التواريخ دي مظبوطة ولا لأ. طلعت صح. تفتكروا نحدد حماية العيد السنة الجاية عليه؟ ولا أنتوا إيه رأيكم؟